المفروض أنه هو دستور الثورة، والفقرة هذه استدعينا فيها حتى مكونات المجتمع المدني وأعضاء المجلس التأسيسي في جهة بنزرت، واستدعينا منظمات المجتمع المدني باش يحضروا معنا إن شاء الله في الجلسة المفتوحة ميدة مستديرة باش نفركوا الرمانة نتاع حق الدستور. الخدامة عندهم قوة واحدة هي قوة توحدهم، كي يحطوا اليد في اليد بإذن الله ما يغلبهم حد. أما إذا كان هذه الوحدة نتاعهم تولي مشروطة ويولي ما يتضامن مع زميله وما ينجم يطالب بحقه إلا ما يحترم جملة من المشاريط اللي تجعل من أنه ينجز إضرابه مستحيل، فهذا ما يعتبرش، هو يعتبر محاولة لوأد الحق النقابي باش نرجعوا له في الواحد. نحب نشكر أساسا الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت اللي احتضنها المبادرة هذه، المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد الجهوي ببنزرت ويتقدمها من الأخ صحباني بشير الصحباني اللي هما حسب ما نشوف يعني ما عندهمش مدة كبيرة في المكتب الجهوي الجديد، لكن بصدق فما نية نتاع عمل، معناها محاولة تنظيم العمل والتدخل واللي نجم يعطي نتائج. ونحب في افتتاح اللقاء نتاعنا هذا نعبر باسم برنامج دروس والنقابيين والمنشطين نتاعنا على تضامننا التام مع النقابيين جهة بنزرت اللي وقعت إحالتهم على القضاء بسبب أنشطتهم النقابية، وهو في الورشات وفي الجلسة العامة تو نجيو نوضحوا لكم بالدليل والحجة أنه لا حق لأي كان، خاصة في القطاع الخاص اليوم بعد إمضاء اتفاقية 135 وبعد استيفائها لمدة التصديق أكثر من سنة ما عادش عندهم الحق باش يحاكموا نقابي لأنه قام بإضراب أو ادعاء إضراب أو نشط في العمل النقابي. مانيش باش نطول عليكم، فقط بعد ما يتكلم الأخ بشير صحباني باش نتوزعوا كما قسمتم الصباح إلى 3 ورشات متكاملة في الحقيقة، نحاولوا نمدوكم فيها يد المساعدة، نحاولوا مع بعضنا كيفاش نطوروا شوية آليات التواصل والبرمجة. شكرا. يعطيك الصحة سيدي، صباحكم بالخير. أولا مرحبا بكم في دار الاتحاد المحلي بماطر. احنا منذ وقع انتخاب المكتب بتاعنا في 20 أكتوبر الفارط وعدنا كل النقابيين وكل النواب الحضور في المؤتمر ان احنا باش نعطوا اهميه للنشاط في الاتحادات المحليه ومش نكونوا قراب ياسر للنقابيين ومش نكونوا نمكنوا الاخرين الكل من فرصه الحوار ومن فرصه التكوين. اذا اليوم هذا هو يوم نقابي حول التحديث النقابي باش نحاولوا باش الاخوان بعد في ورشات يتمكنوا من الاليات والمعارف اللازمه باش نجموا يتواصلوا، باش نجموا يتمكنوا من اليات التواصل خاصه بالوسائل الحديثه. ثم في الفقره الثانيه مش تكون مفتوحه للمجتمع المدني ومش يحضروها يوكبها ان شاء الله عضو من المكتب التنفيذي الاخ سامي طه باش يلتحق بنا، وكذلك اعضاء من المجلس الوطني التاسيسي ومكونات المجتمع المدني، وكذلك محامين، وكذلك استدعينا لها اخوان من النقابيين اللي محالين على القضاء بتهمه النشاط النقابي. اذا اليوم هذا جاء بتنسيق مع برنامج دروس اللي يحضر معنا المنسق تاع برنامج هذا هو سمو الجماوي، وكذلك فريق مشكورين الفريق اللي يواكب معنا الفريق نتاع برنامج دروس اللي يواكب معنا النشاط هذا هو اذا بالشراكه مع الاتحاد الجهوي وبرنامج دروس اللي حاضر. كذلك يواكبوا معنا اليوم حاضرين معنا اخوتي وزملائي بالمكتب التنفيذي، وكذلك ضيوف من الاتحاد العام الاتحاد الجهوي بريانا الاخ عدنان بالحاج، وكذلك عدنان بن صالح، وكذلك اخوه من نقابه الاعلام الثقافه والاعلام الاخ مروان بن صالح، وكذلك جمله من الضيوف من نقابي الجهه. اذا البرنامج هذا هو مقسم على فقرتين، ولكن علاش عملناه في ماطر وعلاش الموضوع عن الحق النقابي في الوقت هذا بالذات. اذا في ماطر لانه هو مكتب جديد واحنا لقينا موجهين له
دعم على اساس انه الاتحاد هو جمله من الهياكل، وماذا بينا احنا النشاط النقابي يكون موجود في كل دور الاتحاد، وكذلك لانه المكتب هذا يحب يخدم مع النقابيين ويحب يخدم مع العمال. والبرنامج حق النقابي اللي احنا لاحظنا انه ثم استهداف للنقابيين في الفتره هذه بالذات، والتهمه على الخيان. ومن بعد اكتشفوا انه التهمه على الخيان اللي مش يحضروا معنا في الفقره الثانيه هم النقابيين اللي تمت احاله نتاعهم على القضاء بتهمه انه يمارسوا في النشاط النقابي وتدخل في اطار الحق النقابي. كذلك الاهتمام تاع الاتحاد العام في الوقت الحاضر بالذات وبالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه في الدستور، وكذلك خصوصا الحق النقابي. في النسخه اللي معروضه توا في الدستور هو مش حق النقابي، بالعكس حق مشروط. وكان في الدستور يكون الحق النقابي هو مشروط. اذا نحن نعرفوا النقابيين والعمال يتلزوا، ما ثم حتى نقابي ولا ثم حتى هيكل نقابي دعا الى اضراب معناها هكاك لوجه الله، معناها يحب يعمل اضراب وكهو. نعرفوا احنا الاضرابات بتاعنا هي تحقيق المطالب بتاعنا، ومعروض توا في الوقت الحاضر ثم الكثير من النضالات بتاع العمال تتعرض للتشويه، مثل الاضراب بتاع عمال المخابز. يعني في عود يلوموا على اصحاب العمل اللي هم ما يحبوش يعطوا حقوق العمال. مازلنا نحكوا انه العمال والنقابات هي لازم تتنازل على حقوقها باش معناها يولي ثم سلم اجتماعيه. اذا قلنا احنا البرنامج نتاع هذا باش يكون ثري. في الفقره الاولى باش يكون النقابيين، ثم باش يحضروا له المجتمع المدني. ونامل نامل انه النقابيين تاع ماطر او النقابيين تاع الجهه الكل شانهم شان الاتحاد العام للشغل يواكبوا معنا يوم 1 مايو، لانه مش يقع تخصيص حافله تخرج بماطر. ما نحبش كما المرات السابقه بتعلات واهيه والا ساعات في اعذار مختلفه. نحب الحافله هذه تخرج من ماطر معبيه تكون كامله. نهار 1 مايو باش تطلق حافله من هناك، مش حافله واحده، حافله بالنسبه للماطر. وكان الحافله هذه المره الجايه باش في كل مناسبه في الاتحاد نخصصوا اكثر. نحب نكون انه احنا البادره هذه هاي ناجحه، هاو تفرج في الوجوه كلها موجوده، يعني برشا ما شفتهمش. وهذا هو الاتحاد هو اللحمه. واحنا تو تكتشفوا من بعد من اقوال المحامين باش يحضروا معنا اللي رافعوا على زملائكم اللي عندهم قضايا تعقب الحق النقابي وعندهم قضايا، تو تكتشفوا انه النقابي يكون سخون وقت يعود هو زملائه معاه، وقت يعود عنده احاطه من طرف زملائه النقابيين الكل، وكذلك من طرف العمال. نحب نحييكم على اول حاجه تلبيه الدعوه اليوم هذا، وان شاء الله بالتوفيق. ولنا كلمه من بعد الورشات. شكرا.